سر الايزوليشن مود اللي محدش هيقول لك عليه. بصوا معايا كده. Light of my heart forever near in every moment دلوقتي انا لو عندي في الديزاين رسمه illustration ايا كان، حاجه معمول لها جروب، اعمل ايه؟ في الطبيعي عشان اعدل على element جوه الجروب ده اكيد بعمل رايت كليك ان جروب او ان جروب اول واشتغل بالطبيعي. بس الايزوليشن مود بيقول لكم ايه؟ ان انتوا ممكن دبل كليك بس بالسلكشن عادي، السهم الاسود العادي، دبل كليك على اي element جوه التصميم، دبل كليك بس دخلكوا فين؟ ايزوليشن. حتى تحس خلى الشاشه غامقه شويه او فيها حته رمادي شويه. فاقدر بص اعمل ايه؟ اعدل مثلا على اي حاجه، طب هي لسه جروب، دبل كليك تاني، ده سر. انا مسكتها صغر يا باشا. انا خلصت كل حاجه عملتها، اعمل ايه؟ اسكيب. زرار اسكيب هيرجعك تاني بره. بس فانا كده عدلت في العين الصغيره دي من غير ما افك الجروب، اقعد اعمل مش عارف ايه. تعالوا بص كده، لو عندي تكست معمول له كريت اوت لاين، يعني شيب مرسوم، طبعا هو لسه جروب، عايز امسك حرف الاي اصغره شويه، هعمل دبل كليك برضو بقاعده الايزوليشن مود، مسكت الحرف صغره شويه كده، خلصت اسكيب. الموضوع بسيط جدا. طب عندي حاجه معمول لها كليبنج ماسك، دبل نفس القاعده، مين بيقول معايا؟ دبل كليك اهو مسكت الايه الحاجه، اقدر احركها، اصغرها، اكبرها براحتي جوه الايزوليشن مود. انت او انت في امان. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. light of my heart forever